no chewing. Only your toys, just yours. Okay? Promise? No. الكلاب متربية عندهم 4 مرات، أنا عيالي ما بيحترمونيش كده يا فندم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، دي الإحماءات اللي بيعملوها قبل ما يخشوا أي بطولات. بس هو ما شاء الله جامد، الله أكبر عليك، ربنا يحميك يا رب. ما شاء الله سيبيريان هاسكي بس بيقطع، عنده شراسة ديب. طبعا انا بحترم كلامك جدا لان مش فاهم منه ولا كلمة، فهنضطر نسكرول. لما ولادك يخلوك يعني تجيب اقصى درجة من يا ابن اللعيبة يا ابن اللعيبة، ده مسك هامورا بالسكين. قولوا لنا بتسموا السمكة دي ايه عندكم؟ ايه ده؟ السرب على شمالك اهو. لا انت مش جاي معاك حريد. تقريبا هو نازل متارجت الهامور، هو ده التارجت بتاعه. متنساش الدي جي اي اللي فوق دماغه. هي مش هامور اللي مسكها الاخرانيه دي، بس انا مش عارف اسمها ايه الحقيقه. مره وانا في اسكندريه لقيت صياد معدي ببدله زي كده وواقف ومعاه برضو البندقيه دي اللي هي بتاعت الصيد. فالمهم اتفقنا بكام السمكه بكذا، لا طب انا هاخدها بكذا، طب الحكايه طب الروايه، تمام تمام خد اتفضل اتفضل. خدت بعضي ودخلت عند فرج في بحري، قلت له اعمل لي دي زيت وليمون. دخلت بقى قاعد بتاكل السمكه كده على الترابيزه، وفيها خرم في النص كده مكان ما اصطادها الصياد بالبندقيه، حاجه رائعه كانت جميله الصراحه ما شاء الله.
عدي بعد اذنك. انت عدي. اوعى. شفت الببغان ابن اللعيبه؟ يلا تاني تاني يا ابن اللعيبه. لا ده جامد، ده يصنف ب 300,000 جنيه عندنا هنا في مصر لو بيعمل كده. ما شاء الله. يا جماعة دي أكبر هامورة أنا شفتها في حياتي حد مصطادها. ما شاء الله تبارك الله. لو حد شاف هامورة أكبر من كده يمشيني في الفيديو بتاعها. ما شاء الله الهامورة طوله. واو واو. هل تعلم يا صديقي الإنسان إن شوية التونة دول يخلوك مليونير؟ ملايين الدولارات عايمة حواليك كده، انت لا حول لك ولا قوة. محبش بقى الفيديوهات دي اللي فيها مثلا الكلاب بتقطع بعض وأذى. بحب العيال دي قوي. تبارك الله ما شاء الله. يا رب اشوف ولادي زيك يا ابني، جميل ما شاء الله. هو مش بس قوي، هو ما شاء الله رياضي، رياضي بحت، صرف رياضي. مش يا عم انت هتهزر، ده في ايه؟ لما يبقى جوزك منكد عليك بس انت بطبعك فرفوشه. بس كده يا جماعه هيجيب حنش اهو. رد بقى وهاته. مسكوا هاتوا بقى. مسكوا واحدة واحدة معاه. الجماعة الصيادين اللي يعرفوا الكلام ده، التعبان يا جماعة لما بتيجي تمسكه من الجحر بتاعه وتيجي تبتدي تشتغل معاه وتطلعه بالمكنة، ما بيطلعش معاك ويعافر زي بقية السمك ويديك الأكشن اللي أنت عايزه. بيطلع زي الطوبة، كأنك جايب طوبة من القاع مطلعها على المركب فوق. بس لحمته زي العسل في حتة تانية. طبعا تتفق معايا وتختلف عليه، هو لحمته موضوع. الناس اللي بتفهم بتحب تاكل سمك هتفهم ان التعبان من احلى انواع السمك اللي في البحر. انا ما باكلهاش. Ini kalau di ulur bakal masuk ke sana. Nah, harus ditahan dulu nih guys. Tuh. Wah, gede banget. انا من كتر ما بحب شكله كل ما بصطاده
واروح قاصص له الرمال او السن في بقه بالخيط واعمل سن جديد، ابتدي اشتغل من اول وجديد. انا مش هكمل الفيديو عشان ما بحب الشكل. سبحان الله. الموقف ده انا شفته بعيني كتير، وانا اثناء الفرخ لما بيبقى عندي فروخ في العش بفتح كده ابص عليهم الاقي الام بتنعش له اطرافه وبتمشط له صوابعه، والاب منيمه على ظهره كده وفارد جناحاته والله كانه نونو، وعمال ياكله في بقه بالمنظر ده. حمورة تاني ما شاء الله. بس يا شباب، ولحد هنا خلصت حلقتنا. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تدعمنا بلايك وشير وتعمل سبسكرايب للقناة. اخويا وحبيبي